السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شفت فيديو لطفل صغير لا يتعدى 3 سنين، قد إيه الولد بيفلهق من كتر العياط. يعني واضح إن هو عيط كتير جدا لدرجة إنه مش قادر يتنفس ومش قادر يتكلم. الكلام اللي قاله ان ماما بتقولي ان بابا ابن كذا وكذا وكذا، ومش عايزاني اسلم عليه واخده بالحضن زي كل مرة. للدرجة دي؟ يعني انتي بتعملي كده في ابنك مش فيه هو. انتي خلاص اتطلقتي منه، اللي حصل حصل، اللي حصل ايا كان، انتي اللي كنتي غلطانة او هو اللي كان غلطان. الموضوع انتهى. ليه تعذبي ابنك؟ انتي مش بتعذبيه هو، انتي بتعذبي ابنك. ابنك طفل صغير، ليه بتعملي كده فيه؟ ليه؟ ما هو انت لو كنت زوجة أصيلة وعندك دين وأخلاق ما كنتش عذبتي الولد بالشكل ده. حرام، حرام. الأطفال ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي اللي ربوكي. وفي الجانب الآخر في بعض الرجال بيعملوا كده برضه، يعني مش كل الستات بس الأغلبية الستات للأسف. المفروض الأم هي منبع الحنان والحب، إنما تعمل كده في طفل صغير. والله أنا عيطت عليه لما شبعت على شكل الولد. يا حبيب قلبي يا ابني، طفل صغنن خالص، ويقول لأبوه ماما بتقول لي بابا ابن كذا وكذا وكذا. تخيل، يبقى الولد متشتت ما بين الأب والأم. ليه؟ العشرة انتهت. ما هو لو كان في دين كان يبقى في مودة ورحمة. المودة خلصت، يبقى في رحمة على الأقل. رحمة لولادك، ارحمي ولادك. أطفال صغيرين ذنبهم إيه يتعذبوا؟ الولد عايز يشوف أبوه، أنت تحرميه ليه من أبوه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك. السلام عليكم ورحمة الله. اشترك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.